اليوم من صوت جربة وعلى منصة موجة نتحدث عن تجربة اخترنا لها عنوان مسار نحو التغيير، وهي مسيرة انفتاح للتغيير تأتيكم بصوت صاحبتها التي تعتبر أن المستقبل المشرق والطموح والتغيير حلم كل الشباب تونسيين وغير تونسيين، لكن الظروف والإرادة تختلف من واحد إلى آخر. منهم من يستسلم حين تعترضه بعض المشاكل المادية والاجتماعية، وينسى أن له طاقات وقدرات يجب استثمارها وتوظيفها من أجل مستقبله، فتجده يبحث عن طرق الهروب وخاصة الهجرة غير الشرعية. ومنهم أيضا من يواجه ويحاول إخراج كل طاقاته وقدراته ويؤمن بأنه قادر على النجاح بعد العجز والانكسار، فتعود إليه روح المبادرة ويتعظ من العثرة التي ستكون منطلقا جديدا. والأمثلة عديدة. وهنا نتساءل: كيف يستطيع هؤلاء أن يجعلوا الفشل نجاحا والتمييز والاستحقار قوة؟ يأتي الجواب من تحدي الصعاب وفرض الذات. هذا ما قالته شخصية قريبة، شخصية بداياتها كانت جميلة ونجاحاتها ترجمة لتحديات، تحديات الإقصاء والتهميش والاختلاف. شخصية كان الأمل زادها رغم الاختلاف، فهي لم تر في اختلافها في الفئات الاجتماعية أو اللون عائقا، فزاحمت أقرانها منذ الصغر، فكانت تجتهد لتنجح وتسعى لتجد الثناء من أناس قدروا السعي والجهد ونبذوا الاختلاف والتمييز والاستحقار، ورأوا في الذات المثابرة مستقبلا باهرا، فزادها عزما وإصرارا. لكن ما كان ذلك ليدوم، فقد اقتصر على مرحلة قصيرة ارتبطت بمرحلة المدرسة وما قبل المدرسة، زمن البراءة، زمن الطفولة، زمن النوايا الطيبة. عشقت فيه هذه الشخصية العلم والمعلمين، لكن كلما اتسعت دائرة التواصل والأشخاص كان الاصطدام هذه الشخصية بالواقع، فاكتشفت نماذج مختلفة